عاوز تتجوز حقك، عاوز تتجوز على مراتك وعمال تقول لها الشرع حلل لي 4 والشرع حلل لي 4، انا هتجوز عليك انا هتجوز عليك. اتجوز براحتك، حقك، وده شرع ربنا مش هننكره. بس تعرف ان الشرع قال ان انت تديها مهرها كامل وما تطلبش منها ابدا المهر ده الا اذا هي خلعتك. تعرف ان الشرع قال ان هي ملزمة ومسؤولة منك وان انت تصرف عليها، وهي مش ملزمة ان هي تشارك معاك في مصاريف البيت حتى لو بتشتغل او عندها مالها الخاص. تعرف ان الشرع قال ان انت ما تطلبش منها دهبها، وهي مش ملزمة تديك دهبها ولا بفلوس من فلوسها الخاصة اذا مريت بأزمة مالية. تعرف ان الشرع قال ان هي من حقها ترفض او تقبل وجود زوجة اخرى في حياتك. في حالة رفضها وجود زوجة اخرى في حياتك، الشرع اداها الحق ان هي تطلب الطلاق وتاخد جميع حقوقها الزوجية من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر، وكمان نفقة الحضانة لو هي حاضنة، وأجر الرضاعة لو هي بترضع. تعرف ان الشرع قال ان انت توفر مسكن تقيم فيه هي وأطفالك الصغار طول مدة الحضانة. كل واحد ياخد حقه بالشرع. عزيزي الزوج، الزوجة التانية اللي انت بتفكر تتجوزها ديت برضو يوم ما هتفكر تتجوز عليها هيكون من حقها انها تقبل او ترفض وجود زوجة اخرى في حياتها. ده الشرع هو اللي مديها الحق دوت. في حالة رفضها برضو زي ما قلنا قبل كده هتطلب الطلاق وتاخد جميع حقوقها الزوجية من نفقة وعدة ومتعة ونفقة حضانة وأجر رضاعة ومسكن حضانة. كل الحقوق دي هتاخدها. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الزواج وصفه بالمودة والرحمة. مش انت كل شوية عمال تقول لها انا هتجوز عليكي انا هتجوز عليكي، وبتهددها ان انت تتجوز عليها وان الشرع حلل لك ان انت تتجوز 4. اتجوز يا سيدي، وهي هتستخدم حقها برضو هتتطلق. بس انت اما ربنا شرع جواز ب4 شرعه وقال ايه؟ مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة. ورجع وقال لك ايه؟ ولن تعدلوا، لان ربنا عالم ان انتوا مش هتعرفوا تعدلوا. اتقوا ربنا في زوجاتكم. ما تقعدوش كل شويه تقولوا لهم احنا عايزينك شبه الفنانه فلانه وشبه الفنانه علانه. الفنانات دول بيصرف عليهم فلوس، اصرف هتلاقي نتيجه الصرف اللي انت صرفته.